السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا كل واحد تلاقي إما من المشاهير أو من الناس العاديين أو المتوسطين الشهرة نقدر نقول كذا، يشكو لك من وضع اليمن أو من وضع اليمنيين. مش واعيين، شعبنا مش واعي، شعبنا مش راقي، شعبنا 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 إلى ما إلى آخره. المهم طبعا بلما تجيس تلوم، ليش ما تحاولش تغير؟ بلا ما تقعد تلوم 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 تلوم، ليش ما تغير؟ ليش ما تتصل بالمنشور الفلاني والمنشور الفلاني يتصل بالمنشور الفلاني وفلان 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 وفلان، عملتم جروب مجموعة، خلاص تتفقوا على أساس الفترة هذه نركز على شيء معين، نوعي المجتمع على شيء معين، خلاص مرة بعد مرة مرة بعد مرة لما يكون كل المشاهير يركزوا على شيء واحد بدل الترندات التافهة والأشياء اللي ما لهاش طعمة. ليش ما تكونش تركزوا كلهم على شيء واحد، على شيء ثابت؟ ليش مثلا ما تركزوا على المطرب اليمني مثلا في السعودية؟ ليش مثلا ما تركزوش على الشوارع والحارات اللي فيها الخلب هذا والدويش مع الأمطار هذه الأيام؟ ليش ما تكونش تركزوا على حاجة واحدة بل ما تطلعوها ترند تافه؟ لكن لا، انتم تعرفوا بس تنتقدوا، لكنكم تعرفوا تطوروا لا.